وفاة الفنان صلاح السعدني. الفنان صلاح السعدني ولد في 23 أكتوبر عام 1943، وهو ممثل مصري حاصل على شهادة بكالوريوس زراعة، وهو من أصول ريفية، وبالتحديد من محافظة المنوفية. كما أنه شقيق الكاتب الصحفي محمود السعدني، ووالد الفنان أحمد السعدني. ودخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثل سويا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرح، ولكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفزيون. ومن أهم وأشهر أدواره دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية مع الفنان يحيى الفخراني والفنانة صفية العمري، وأيضا مسلسل الأصدقاء مع الفنان فاروق الفيشاوي، وأيضا رجل في زمن العولمة، والكثير والكثير من الأعمال التلفزيونية التي أحبها الجماهير. ويمتلك الفنان صلاح السعدني باقة كبيرة من الأفلام الناجحة، مثل طائر الليل الحزين، والشيطان يغني، وجبروت امرأة، والكثير من الأفلام الممتعة. وأخيرا وداعا الفنان صلاح السعدني.